مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية العاجلة. انقلاب سيارة فلاحية تخلف أكثر من 20 مصابا كانوا في طريقهم لحضور حفل زفاف. قبل الخوض في التفاصيل لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. وفي التفاصيل، شهدت طريق ولاد سبيطة بجماعة زمامرة بإقليم سيدي بنور أمسنا الجمعة حادثة سير خطيرة إثر انقلاب سيارة فلاحية بيكوب كانت تقل على متنها أزيد من 20 شخصا، من بينهم نساء وأطفال وشيوخ كانوا في طريقهم لحضور حفل زفاف. وذكرت مصادر أن الحادثة تسببت في إصابات متفاوتة الخطورة، حيث أصيب 3 أطفال وسيدة مسنة بجروح بالغة على مستوى الرأس استدعت نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، فيما تم التكفل بباقي الجرحى وتقديم لهم الإسعافات والعلاجات اللازمة. وفور علمها بالحادث تدخلت عناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي، حيث تم فتح تحقيق في ملابسات الفاجعة التي تعيد للواجهة خطر التنقل العشوائي وغياب شروط السلامة في السيارة الفلاحية المخصصة لنقل البضائع والسلع، وما تسببه من مآسٍ متكررة في عدة مناسبات.